السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله شاركت معكم وصفه اللي بزاف فيكم تيطلبوها ليا، الوصفه اللي تندير الزيت لشعري. بما انني غادي نعاود نصايبها قلت لاش لا ما نشاركهاش معكم. المهم كيف ما شفتوا هذا اصلا سبق لي وشاركتها معكم. بزاف د البنات اللي كانوا جربوها وبصح فعلا لقاو النتيجه زوينه وغزاله عليها. مكونات ساهلين. هاد المكونات اللي نقول لكم هما الاساسيين. بغيتو نتوما تزيدوا شي حاجه اخرى يعني كتعجبكم وحتى كدير لكم زعما شي مفعول على الشعر ديالكم زيدوها. وبالنسبه للمكونات هنايا عندنا بزاف، ولكن انا اختاريت لكم غير الاساسيين اللي انا كنستعملها. بعد اختارت ملي كتكون عندي يعني كيكون عندي حوايج اخرين عشوب واحد اخرين كنستعملهم. هنايا عندي زيت الكتان 2 معالق. ما عندكمش، انا هنا خديتها مطحونه حيت عندي مطحونه كنستعملها لوجهي. يمكنكم تاخذوها نتوما عاديه بلا ما تطحنوها. هنا عندي الازير وعندي سكنجبير طري. بالنسبه للسكنجبير عاوتاني الا ما كانش عندكم سكنجبير يعني ما بغيتوش تستعملوا هذا استعملوا الاخر، ولكن هذا من الاحسن كيكون طاي. عندي هنايا البنات كيف ما كتشوفوا عندي القرنفل، عندي السانوج، حباشات، وهنا عندي زيعه ديال الكيف. هاد زيعه الكيف انايا حمرتها شي شويه وطحنتها. بالنسبه يمكن لكم تضيفوا حتى زيعه البصله، انا ما كانش عندي داكشي علاش استعملت فقط زيعه ديال الكيف. المهم كيف ما كتشوفوا هاد المكونات هادو اللي قلت لكم يمكن لكم تضيفوا عليهم اي حاجه كيف ما يمكن لكم انكم تستغناو عليها. ما بغيتوش تستعملوا سكنجبير يمكن لكم تعوضوه بالثومه حتى هي، غير هي تكون الثومه الحمراء. قطعوها حتى حتى على 4 او حكوها. اصلا كلشي غنطحنو انا في المولينكس. هادشي كامل ما حمرتو ما حتى شي حاجه من غير زيت الكيف. هذا كلشي كنديرو في المولينكس. عندي هنا السكنجبير حتى هو غادي نقطعو باش يطحن ليا مزيان. من بعد صافي غادي نطحن كل شيء البنات في المولينيكس. ماشي زعما تديوها بالماء ولا الزيت ولا شي حاجه، نتوما يطحنوا داكشي عادي غيطحن لكم. انا نتوما كيف ما شفتوا درتو في القرعه وغادي نزيد عليه الزيت البلديه. زيت البلديه حاولوا انكم تحيدوا من الملحه. البنات اللي غيسولوني كيفاش كتحيدوا الملحه سبق لي وحطيتها لكم من قبل. كتحيدوها ملي كتستعملوا حمام مايم وكتحيدوا الملحه من الزيت البلديه اللي بغيتو تستعملوها. يعني هكا فشي وصفه ديال التجميل. من بعد البنات كنغطيها يعني كتحاولوا انكم ديروا لها شي غشا هكا كحال، المهم باش ما توصلهاش الاشعه يعني ديال الضو داكشي. كتحتفظوا بها في مكان يكون جاف، يعني مثلا في بلاكار الكوزينه ولا شي بلاصه اللي فعلا ما كيدخلش ليها الضو. هذا البنات غتخليوها تقريبا شي سيمانه صافي توليو تستعملوها. هذيك الزيت اللي فيها هي اللي باش كتشقوا بها شعركم. وفين ما تبغي تسالي لكم هذا الزيت يعني حاولوا انكم تزيدوا فيها شويه الزويته. دفيوها شويه زويته وخويوها فيها صافي وما تخافوش راه يعني كيبقى يعني كتبقى مجهده بزاف. ملي كتغسلوا الشعر ديالكم ما تخافوش، ما كتبقاش الريحه ديالكم نهائيا. يعني ما كتبقاش ريحه ديال هاد العشوب هادو. من غير لا ضفتوا الثومه هي فين غتبقى لكم شويه.